النهاردة ان شاء الله هنخلل مع بعض الزيتون البنفسجي او الالوان. ان شاء الله الطريقة تعجبكم، طريقة سهلة جدا زي ما احنا متعودين مع بعض. نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى بركة الله نبدأ الفيديو ده. دول كده 3 كيلو زيتون، فضيتهم كده وابدأ بقى انقيهم كده واطلع منهم الحباية التالفة والورق والحاجات دي كلها، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض ان شاء الله. حبيبتي لو عجبك الفيديو ما تبخليش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، وتسيبي تعليق جميل منك يشجعني. هنا كده بقولك اهوت هنبدأ كده ننقيه وننضفه، واللي زي دي كده بنطلعها الطريقة خالص اللي هنا خالص دي. في برضو بعد حباية تالفة زي دي كده هتطلع برضو. هننقي كل ده ونرجع تاني مع بعض. وخلاص كده نقيت الزيتون ونضفته ورجعت لكم اهوت. ده كده اللي طلع منه ما شاء الله. هنبدأ بقى نغسله كده ونشوف هنعمل ايه. انا نقيت الطري خالص، حطيته كده في طبق لوحده، عشان ده هخلله في برطمان لوحده، لان هو هيتخلل يعني بسرعة، مش هيغيب زي الباقي. اما اللي ماسك نفسه جامد ده هيتحط هو كمان في برطمانات لوحده. كده غسلت الزيتون بتاعي اهوت وسبته لما اتصفى خالص. ده اللي هيتخلل مع بعض كده في برطمانات. دي الحبايه الجامده هتتخلل لوحدها زي ما قلت لك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انا هخلله من غير اي حاجه، من غير اضافات، من غير اي حاجه خالص. هو كده بس هحطه في البرطمانات بتاعتي وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفرك ربي واتوب اليك، ولا حول ولا قوه الا بك. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هما كده جم 2 برطمانات اهمت. حطيت عليهم من فوق كده قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر، دي فلفل حامي. هي دي بس كده اللي هحطها مع شرايح ليمون. ليمون كده حطيته شرايح، ما عصرتوش ولا حاجه، انا حطيته شرايح كده اهوت على الوش من فوق. اعمل طبقه كده عازله بالليمون الشرايح ده، مش بقشر الليمون زي ما احنا عاملين في الزيتون البلدي والزيتون الاخضر التفاحي والعجيزي. بالطريقه دي كده. كده نزلت هنا بالزيت. الزيت بتنزلي بيه في الزيتون ده قبل المحلول الملحي، مش لازم زيت زيتون، اي زيت يكون نوع نضيف عندك. وبتنزلي كده على وش الزيتون زي ما انت شايفه كده. ده بقى الزيتون اللي هو اللي طلع طري شويه، ده هخلله لوحده زي ما قلت لك في برطمان هو كمان لوحده على جنب، لان هو ده بيستوي بسرعه اكتر من التاني. حطيته برضو في البرطمان كده وعليه شرايح الليمون والفلفل الحامي، ونزلت عليه بالزيتون. هنيجي بقى نعمل المحلول الملح بتاعنا اهوت. دي كده كوبايه عصير ليمون، نزلت بيها في ميه مغليه وسبتها لما بردت خالص. انزل بالملح بتاعي كده مع معلقه كبيره سكر ونقلب. السكر ده بيخلي الزيتون معاك يقرص لاخر وقت. دي معلقه كبيره كده عصفر، بتدي الميه لون ونكهه جميله، وبتخلي المحلول بتاعك لونه كده لونه محمر كده، بيبقى شكله حلو كمان، بيبقى طعمه وريحته جميله جدا. قلبت كده
وهشوف الملح بتاعي نظامه ايه. اختبار طبعا بالبيضة زي ما احنا متعودين مع بعض، اسهل طريقة واضمن طريقة. ونشوف البيضة بتاعتنا هتعوم ولا لسه هتحتاج ملح تاني. كده البيضة لسه اهوت، كده المحلول بتاعي لسه محتاج ملح، ازوده ملح واشوف تاني كده. خلاص البيضة بدأت اهي تطلع على الوش كده، خلاص المحلول بتاعي كده مظبوط بالطريقة اللي انت شايفاها دي. ابدأ بقى ان شاء الله كده انزل المحلول بتاعي على الزيتون بمنتهى السهولة. دي اسهل وابسط طريقة لتخليل الزيتون البنفسجي او الزيتون الالوان زي ما بتسموه ما بتقولوا عليه، ايا كان الاسم بتاعه، هي دي طريقته. هي دي اسهل طريقة لتخليل الزيتون البنفسجي. خلاص كده خلصت كده المحلول، حطيته على الزيتون وحطيت كل برطمان كده في طبق، لان الزيتون طبعا بيتنفس ويبدأ ينزل لي ميه وزيت كده على الرخامة يبهدلها، وحتى لو حطيتيه في الدولاب بتاع المطبخ هيبهدلك الدنيا. فنحطه كده لحد ما يخلص خالص والميه تبدأ تثبت فيه كده وهو يستقر كده. وبكده خلصت وصفتنا النهارده. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.